هنتكلم النهاردة عن لوحة أوز ميدوم، واللي لقبها البعض بموناليزا الفن المصري، لأن جودة تفاصيلها وألوانها وملمسها بالإضافة إلى حالة حفظها الاستثنائية تم مقارنتها مع لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي. اللوحة دي اكتشفها العالم الإيطالي لوجي فاسيلي سنة 1871، واللي كان بيعمل في الوقت ده في متحف بولاق. وقام فاسيلي بنزعها من جدار المقبرة ونقلها إلى متحف بولاق في الوقت دوت. وبعد كده تم نقلها لمتحف الجيزة، ثم نقلوها تاني لمتحف التحرير سنة 1902، وبقيت حتى الآن في المتحف وأصبحت أيقونة من أيقونات المتحف المصري. بيرجع تاريخها لعصر الأسرة الرابعة في عهد الملك سنفرو، وعثر على الجدارية دي في مصطبة نفر ماعت ابن الملك سنفرو وزوجته آتت في منطقة هرم ميدوم بمحافظة بني سويف. كانت موجودة أسفل أحد جدران ممر بداخل المقبرة، واللي بيؤدي لمقصورة آتت زوجة ابن الملك سنفرو. بيبلغ طول اللوحة متر 73 سنتي وارتفاعها 28 سنتي، وهي مطلية بألوان طبيعية. لوحة أوز ميدوم هو جزء من إفريز بيصور مشهد لالتقاط الطيور بشبكة، واستعملت ألوان مستخرجة من مواد طبيعية، فمثلا اللون الأبيض من الحجر الجيري، واللون الأحمر من خام الحديد، أما اللون الأخضر كان من الملكيت. وبيبين المنظر 3 أزواج من الأوز بتتغذى على الحشائش، منها 3 رؤوسها أو رأسها متوجه ناحية اليمين، وال3 التانيين ناحية الشمال. بتتكون كل مجموعة من 3 أوزات، أو كل مجموعة من 3 أوزات هي عبارة عن أوزة واحدة بتتغذى على العشب اللي مرسوم أسفل رأسها، والوزتين التانيين ورا اللي بتاكل رأسها مرفوعة. قال أحد العلماء الإيطاليين إن عنده من الأدلة ما يثبت بأن لوحة أوز ميدوم مش أصلية، وبيقول إن مجموعة الأوز اللي مرسومة في اللوحة مش بتعيش في مصر أصلا، فبعضها بيعيش في أوروبا، ونادرا ما بيظهر في الأجواء الحارة. كمان بيقول إن الألوان المستخدمة زي البيج والأزرق والبنفسجي هي نوع فريد في الفن المصري، ولم يستخدم قبل كده في التاريخ دوت. كمان بيقول إن الطريقة اللي اترسم بيها الأوز غير طبيعية، حيث المصري القديم ما اعتمدش رسم الحيوانات بأحجامها الطبيعية في الفترة ديت. لكن الدكتور زي حواس نفى الفرضية ديت، وقال إن إذا كانت اللوحة مزيفة زي ما بيقول، فألوانها تتلاشى بعد حوالي 145 سنة، لكن ده ما حدثش. حتى اليوم ألوانها زاهية، وده بيثبت من ناحية أخرى إن أوز ميدوم ده أو عمل أوز ميدوم ده هو عمل من أيام المصري القديم. أضاف كمان زي حواس على إن الطيور دي ما كانتش موجودة في مصر، قال لا، في مقابر أبو صير وسقارة بحوالي 32 نوع من الأوز غير ده كمان. فيا ريت نبطل فتي وهاري، وإلى اللقاء في كليب جديد إن شاء الله.